السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم؟ طيبين؟ كيف حالكم؟ اليوم طبقنا مغربي 100%، وخبزنا مغربي 100%. أول شي نبدأ على بركة الله على الطبق الرئيسي اللي احنا بنسويه. زي ما تشوفون نحتاج فيه لحم، طبعا على حسب الأشخاص، أنا مسوية كيلو بس. ملعقة صغيرة ما بين الفلفل الأسود والفلفل الأبيض، ملح حسب طبعا الذوق، بصلة كبيرة مقطعة صغيرة مربعات صغيرة، ملعقة صغيرة من السمن، ملعقة كبيرة من المروزية، بقول لكم المكونات حقها إن شاء الله في صندوق الوصف، قرفة، ثوم، والبرقوق. البرقوق اللي هو يقولوا له عندنا هنا في الخليج التين المجفف، موجود. طبعا نحتاج زبدة ملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة من القزبرة وبقدونس، ملعقة من الكركم، وملعقة من الزنجبيل طبعا صغار، موية، وكوب من الموية نقعت فيه شوية زعفران، وزيت زيتون. طبعا هذه هي المكونات اللي أنا أحتاجها في طبق اللحم بالبرقوق. طبعا الحين مسكت إناء بحط فيه زي ما تشوفون الكوب اللي منقعة فيه الزعفران، زي ما تشوفوا حطيته في إناء. بزيد عليه الفلفل الأسود والفلفل الأبيض اللي خلطتهم مع بعض، وبزيد عليه طبعا القرفة، يعني مش ملعقة صغيرة مليانة، لا تقريبا نصها، وملعقة من الكركم، زي ما تشوفون، ملعقة من الزنجبيل، وبنزيد عليها المروزية، يعني تقريبا حول الملعقة كبيرة، زي ما تشوفون. الحين بزيد الثوم، وبزيد الكزبرة وبقدونس، وبخلط المكون، كل المكونات بخلطها مع بعض لغاية ما تتجانس. طبعا بنسوي الملح حسب رغبة، في اللي يبغونها أقل، على حسب، دايما الملح تفضل حسب الرغبة، حسب ذوق الإنسان. الحين بخلط المكونات كلها مع بعض وبتبل بيها اللحم. وطالعوا تراني ما حطيت زيت، بس اكتفيت بالموية ولا المكونات اللي موجودة التوابل. الحين بتبل فيها اللحمة، شفتوا؟ الحين صرت قاعدة أتبل، وافضل على هالطريقة لين أكمل اللحمة كلها اللي عندي، زي ما تشوفون. خليتهم تنقع. والحين مسكت قدر، طبعا القدر الكاتم اللي هو قدر الضغط، بحط فيه البصل اللي مقطعة قطع صغيرة مربعات صغيرة، ما حطيت لا زيت ولا حطيت شيء، وبرص فوقها اللحم بنحطها فوق البصل، وبخليه شوية، يعني أقعد مثلا أقلب فيه، أشوحه شوي يتشوح إلين أشوفه خلاص تجانس كل شيء مع بعض. وبعدين بصب عليه موية، حول تقريبا كوب كبير موية أو كوب ونص عشان يستوي. زي ما تشوفون الحين بزيد عليه السمن. الحين نحط السمن ونحرك شوية، نقلب التوابل واللحمة والبصل وكذا، ونزيد عليه زيت زيتون. طبعا زيت زيتون ما حسوي كثير، شوية بس، وخلاص بنفضل نخلط 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 وخلاص، نصب عليه موية وبسكر عليه وخليه يستوي على مهله. الحين زي ما تشوفون هذا التين المجفف اللي هو البرقوق حطيته في الموية بسلقه الين يقرب على انه يستوي. زي ما تشوفون الحين هو استوى. بحط عليه ملعقة الزبدة اللي عندنا،
وبزيد عليه مرق زي ما تشوفوا مرق اللحمة، وبحط عليه عواد من القرفة زي ما تشوفوا، وبحط عليه بعد عسل. في ناس تحط سكر عشان تعسله، انا لا، اسوي العسل 3 ملاعق او 4 على حسب لغاية ما يتعسلني لانه صحي. وهذا طبقنا الحمد لله صار جاهز، اللي هو طبق أكلة اللحم بالبرقوق اللي هو التين المجفف. الحين بنبدأ نطبق مع بعض الخبز المغربي. الخبز المغربي نحتاج فيه زي ما تشوفون سميد ناعم اللي يجي زي البودرة، والطحين الأبيض اللي ما يبغى أبيض يسوي البر، ملعقتين زيت، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية زي ما تشوفون، وطبعا الملح. طيب زي ما تشوفون الملح حسب الذوق زي ما قلنا. السكر طبعا ملعقة كبيرة، أنا ما حسويها كلها، بخلي منها شوي. وطبعا المية عشان نخلط بها على العجينة حقتنا. الحين بصب لي شوية مية على الخميرة الفورية عشان تذوب، وابدأ بالمكونات الأخرى. زي ما تشوفوا أخذت العجانة، طبعا اللي ما عندها عجانة ممكن تعجنها بيدها، ما عندها مشكلة. طبعا زي ما تشوفون حطيت السميد ناعم اللي هو طحين، ما هو بسميد اللي نسوي به البسبوسة. بزيد عليه طبعا الطحين الأبيض، اللي يبغى يغير يسوي البر يسوي بر، أنا اليوم سويت أبيض. حطيت عليه ملعقتين الزيت زي ما تشوفون. بعدها بحط الملح حسب الذوق، وبحط السكر زي ما تشوفون، وبحط عليه الخميرة الفورية بعد ما ذوبتها بالمية، يعني ما تاخد كثير، يعني بسرعة تذوب. خلطت المكونات ناشفة، وبعدها الحين بسوي مية، بصير أصب المية شوي بشوي لين تكون عندنا العجينة. هذه عجينتنا صارت جاهزة، لا هي قاسية ولا هي رخوة مرة. بحاول اني اسوي 4 كرات منها، يعني 4 خبزات، 5 خبزات عفوا. خليتها لين ارتاحت شوي وسويتها فردتها، بخليها تخمر. طبعا بغطيها وبخليها تخمر. والحين شوفوا صارت خلاص خمرت، بدخلها الفرن زي ما تشوفون وبخليها تستوي. وهذا خبزنا الحمد لله صار جاهز، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما فيش احلى من حاجات البيت. هذا خبزنا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا بنرافقه مع صحن مع البرقوق باللحم لانه ينكال بالخبز. ان شاء الله انه ينول رضاكم واعجابكم، ولا تنسوني من تعليقاتكم ولايكاتكم، واللي مش مشترك معاي يشترك.